ناس تلاقيه كاتب النهارده حاجه وحشه وبكره حاجه حلوه وبعدين حاجه وحشه، يلا ورينا. واحد كلمني مره مثلا ما ردتش عليه قام كاتب وحش، رديت عليه قام كاتب حلو. يعني في ناس كده، في ناس عندها مبدا. يعني في صحفي معين مثلا عنده مبدا، كلمته زمان هو بيحبني وبيكتب عني كويس، بعدها ما اتكلمناش خالص وانا سافرت واشتغلت وبتاع، الراجل لسه بيكتب كويس، لسه عنده مبدأه. بعمل مثلا حاجه ما تعجبنيش قوي، فتامر انت حلو بس انت عارف انا بحبك، لا خد بالك من كذا. ده واحد تتصل يكون له يعني محترم. انا عايز اقول لك ان الهول ده يعني في ناس بتبقى عندها اغراض معينه. يعني في واحد مره مثلا قعد يشتم فيا صحفي معين، يشتم 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 لغايه ما كلمته. قلت له هو انت بتشتم عشان عايزني اكلمك بس؟ يعني انت كده ارتحت مجرد كده؟ بس انا بكتب لان انا شايف الم جواك، الم وانت بتكتب عني الشتيمه. يعني مش مجرد انك انا مش عاجبك، انت في الم جواك. ممكن اعرف ايه سببه. اتكلمت معاه لغايه ما اكتشفت انه شايفته عشان كنت ضدي طول الحياه. طب انا ذنبي ايه؟ قلت له يا عم ده ربنا نجاك، دي بنت هوائيه، يعني هي ما تستاهلكش انك تحصل معاها مشكله مع خطيبها. عشان كده لا، هو لا، مع البنت برضه مهما كانت بتحب الراجل بتاعها تحترمه وتعرف تقول ايه وما تقولش ايه. فانا ايه ذنبي ايه؟ فاهمه؟ ففي ناس كتير بتبقى كده متغاظ، في واحد معرفش يحقق حاجه زي ما متغاظ منك. لا ما دايما الكلام الوحش بيبقى حواليك. انا مش بتكلم عن النقد، انا بتكلم عن حد من ده. يعني بتلاقي ناس كده ويقول لك كلمه ومشكله. ممكن يبقى واحد يعني انا قابلت ناس كتير قوي مثلا عاقد جدا، هيقعد في قعده يقعد يهبش على الناس، ده يا عم ده مش كويس، ده حصل، اصل انا شفته امبارح، ويحكي ويحلف 100 يمين انه حصل. فبالتالي الناس بتصدق. في النوعيات دي في كتير كده. انا بشوف ناس كتير قوي بيقولوا لي انا اول ما شفتك بصراحه انا كنت فاكرك كذا 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 كذا، ولما شفتك غيرت وجهه نظري وبتاع، وانا اسف والنبي سامحني ومش عارف ايه. انا ده بيحصل لي كتير بقى، كتير جدا طول ما انا ماشي. تمام؟ في ناس بتسمع، بس طبعا اكتر الناس اللي بتحبك وبتحترمك وبتقدرك وبتفرح لما بتشوفك وبتدعي لك. اكتر حاجه بحبها في حياتي ان انا اشوف واحده كبيره ماشيه في الشارع وقفني تدعي لي، يعني بتبقى بتحبني زي ابنها. والله بيحصل معايا يوميا. يعني انا فاكر حتى في لبنان، البلاد اللي هم مش بلدي، يعني حتى في البلاد رحتها، الست اللي بتقعد تعمل مثلا الفطير عندهم، الست كل لما تشوفني اقسم بالله الصبح بفطر تقوم جايه حضناني، هي قراءة القرآن وتدعي لي. طب هي مش مطالب منها تعمل كده، بس هي حتى في الولد ده ان هو ابنها تحبه في حاجه. والله بص كتير طبعا كتير واحد. بس بصي انا ما بخطأش في حق حد. مع نفسي اقول مش هعمل كده تاني، انا مستحيل. انا اغلط في حق نفسي ممكن، انا اهين نفسي ممكن، ازعل نفسي جدا ممكن. عمري ما اعمل كده مع حد. يعني عمري ما اعمل كده مع حد. عمري مثلا ما اذي حد ولا اضايق حد ولا اتكلم على حد، ولا انا اسمح ان حد يبقى قاعد معايا يتكلم على حد. لان على طول اللي قاعد بيتكلم على حد بيصغر في نظري جدا، وبحس ان التاني بيكبر. لما بقى قاعد في فنان قاعد عمال يتكلم على حد، اقول له يا حبيبي انت كده شكلك وحش، انت قاعد بتتكلم عليه واضح انك متغاظ، واضح انه عامل لك قلق في دماغك، فما تتكلمش، اسكت يا عم. يعني ما احبش اتكلم على حد ولا احب. انما طبعا وقفت على نفسي وقفات كتيره جدا. يعني ممكن واحد في فتره من الفترات ممكن يبقى فكر تفكير ما عجبوش، رجع فكر كده اختار اغنيه ما عجبتوش. مره ما انتهاش ايام مشكله الجيش بتاعتي، ان ازاي مثلا الناس جايه على سنين تخدمك واحنا واقفين جنبك بقى عشان انت بقى راجل لازم تسافر، ومفهمين ان هم ناس سلطه في البلد. ازاي ناس يعني ازاي اثق؟ مش بثقش في حد. فاهمه؟ كلمه انا بقولها لاي حد، ما تثقش في اي حد غير امك. ماشي في اصحاب في انتيم، في بكره مش انتيم. فالام انا بقى زمان كنت بثق في كل الناس، وعندي تخيل كده ان اصل حد يجي يأذيني ليه؟ قلت له ايه؟ لا اتعرفت بقى ساعتها على ان في ناس ينفع تتلذذ وهي بتأذيك. لان الظروف الواحد ما ينفعش يخرج في حته، ما ينفعش عادي. يعني لو ماشي في العربيه وفتحت الازاز وناس واقفين ممكن ناس يعدوا، طب اتعطل لنا الطريق يا عم، انت فاكر عشان مين يعني؟
واقف. طبعا مش عارفه تعمل ايه، واقف اسلم على الناس واعطل الطريق، ولا امشي والناس تقعد تقول يا عم هو اتغر ومش عايز يقف. بصي، ففي حوارات كتير قوي الواحد بيعاني بيها طول ما هو قاعد، فقررت ان انا اقعد في البيت. تمام. ولا انت عمرك سمعت ان انا بخرج في حته ولا شفتني في مكان سهران ولا بتاع؟ ما عنديش انا اي حاجه، انا قافل على نفسي تماما. فطبعا اكيد مش مبسوط. مش مبسوط يعني، تم الانسان ده مش مبسوط قاعد قافل على نفسه 24 ساعه. يعني الانسان مبسوط عشان بينجز وبيحقق حاجات. غير ايه؟ مش غير طريقه. يعني انا بشتغل زياده بصراحه، بشتغل زياده، مش يعني بشتغل على نفسي زياده. يعني على طول قاعد يعني، وانا نايم مثلا تلاقيني نسيت، لسه نايم بقى تعبان جدا وفات نص ساعه تلاقيني نسيت بفكر في اغنيه. يعني نفسي ما بقاش كده، لان انا لا عارف انام ولا عارف ارتاح، فاهم؟ نفسي ابقى نورمال. يعني فضلت ان انا اجتهدت على التكنولوجيا بشكل بقى اوفر، فاهمة؟ انا ضغطت على حياتي كلها، الحاجات الفنية، كتر طموحاتي غطت على اي حاجة في حياتي، طموحاتي الفنية. وانت اتكلمتي معايا في جوه تامر، انا ممكن ابقى بضحك يعني وانا ماشي في الشارع، يعني ممكن تقابليني اكيد هقابلك وابتسم واهزر معاك واقول لك هو ده واهرج، بس اللي جوايا بقى هو انت دلوقتي قاعده بتطلعيه، انا بكلمك من اكيد طبعا انا يعني اللي جوه يعني ممكن احد فرح النهارده، فاكيد هخش لهم مبسوط واهزر معاهم. اللي جوه بقى، فاهمه؟ لان نفسي يعني انا تعبان من حاجات كتير، من حاجات بتحصل وانا عشان في حاجات لو قلتها لك يعني في ناس هتقراها تقول لي يا عم انت هتستعبط، انت هتعمل لنا فيها ملاك. بس والله احساس يعني عندي حاجات تعباني من الدنيا كتير، ممكن يبقى ملهاش علاقه بيا قوي. يعني انا اقسم لك بالله لما بطلع اقف على مسرح وسط انا بغني، فجاه يجي في دماغي منظر واحد مش قادر ياكل وقاعد في الشارع، قول يعني انا قاعد بغني على المسرح والناس قاعده تحت فرحانه والراجل قاعد بيموت، فاهمة؟ او منظر راجل ابقى شايفه وانا لسه رايح، فتلاقيني متعكنن، تمام؟ رايح اغني وفي بلد فيها مشاكل بتحصل، لما واحد صاحبي مثلا صحابي يا ابني وانت مالك؟ انا مالي ازاي يا جماعه؟ مش عندي قلب. انا حاسس يعني بقى بيبقى صعبان عليا ان انا في اللحظه دي هو قاعد ميت من الجوع وانا قاعد بغني. ودي حاجات بتوقعني تحصل لي، فاهمة؟ فما بقاش مبسوط وبيبسطني بس لما بحقق حاجة وارجع الاقي يعني في موقف في حياتي كده. يعني ما اقول لك يعني مثلا حسيت مارينا وامي قاعدة في الكواليس شايفاني كده متخبية، وفي لحظة معينة كده الجمهور قاعد حتة جمال وحتة تامر، فبصيت كده ورا على الكواليس، انا دمعت كده يعني وبصيت على الكواليس لقيتها عاملة رياكشن معين كده، قمت دخلت لها الكواليس، محدش عارف انا دخلت اعمل ايه، فكرني مثلا بظبط حاجة في الفرقة او حاجة. دخلت قلت لها اقسم لك بالله انا عارفك بتفكري فيه دلوقتي، وقمت راجع تاني غنيت، وبعد الحفلة قلت لها انت كنت بتفكري يوم ما انا قعدت اعيط لك واقول لك انا في منتج ما عرفتش اقابله، وكنت ماشي ساعتها من الهرم لشبرا على رجلي وشايل الجيتار وقعدت بغني عشان الراجل ده ما خدنيش يعني انا عشان ايه، وفي الاخر قلت لها هيجي اليوم ده وهنجح ان شاء الله وهنقعد نضحك على اللي كان بيحصل. فانت شايفه دلوقتي الناس بتعمل ايه مع ابنك، فانت بيجي في دماغك هو بدأ منين ومشي مشوار عامل ازاي. قالت لي فعلا صح، هو ده اللي كنت قاعد بفكر، الموقف ده تحت كل حاجه. عايش عشانها يعني، عايش عشانها وعشان ابويا وعشان اخويا وعشان ولاد اخويا يعني. بس امي طبعا اللي هي السبب في اللي انا فيه ده، هي امي، هي اللي وجهتني وهي اللي دعت لي وهي اللي ربتني وعلمتني كل حاجة. يعني ما بملكش يعني، طبعا انا عايش تحت رجلها يعني دايما بقول لها يا نفسي ابقى انا اعمل لك من جسمي ده ارض تمشي عليها كده عشان ما تمشيش على الارض. والله بص، هو من ده على ده يعني، انا بحب اهزر يعني طول ما انا قاعد احب اهزر وأضحك الناس اللي معايا
يعني ابن نكتة زي ما بيتقال. بحب اقعد اهزر وما اعرفش تفكير مسكت فيها ونقعد نضحك كده. احيانا طبعا كان بيبقى بيتخلل ده مواقف محزنة، يعني في عز ما انت بتضحك وبتفرح كده، مثلا لو دخل عليك مدرس اللي ما دفعش مصاريف يطلع بره، فتلاقي نفسك انت طالع لوحدك، فبتلاقي في كل مشاعر الحزن بقى بتيجي تتسبب تاني وبتاع. فانا كنت الاثنين، يعني زي ما بكلمك دلوقتي انت شايف دلوقتي قدامك واحد حزين عشان انت اتكلمت معايا من منطقة كده محدش بيتكلم معايا فيها. انما يعني لو كنت قاعد بتكلمني مثلا وافيهات عمر وسلمى اتعملت ازاي، هقول لك انا يعني احنا جوايا الاثنين. والله انا دايما لما حد يجي يعمل معايا حوار اقول له في عرضك قول لي حاجه بقى غير الجديد وهنعمل ايه، والاغنيه دي اخترتها وزينه واصل في شاعر عالمي. كل الناس بتتكلم في الحاجات اللي يمكن هتبيع بقى المجله، وينزل بقى الاقي مثلا زواج تامر ومش عارف مين والعكس. فدايما لما بقعد مع حد اقول له يا عم اتكلم في سكه ثانيه بقى، اتكلم معايا في حاجه، تعالى نتكلم في الطبيخ معايا، تاكل مني احلى ملوخيه ولا وشويه اكل. انا دايما بحب يعني لو امي بتعمل اكل دايما احب اقف معاها واقعد اساعد وبتاع. وعايز اقول لك مزاجي بقى وانا بمسح البيت كله واقعد اغير في الديكورات. طبعا ساعات طبعا بعمل ديكورات مش اللي هي يعني، بس امي بتسيبها يعني ساعات ديكور بس امي بتسيبها حاسه ان انا عملت مجهود وفي الاخر تقوم هي مرجعه تاني. بس انا احب التغيير عامه، بس انا دايما احب امسح البيت كله، واحب فجأة تلاقيني قاعد في الحمام قاعد واخش اعمل مش عارف ايه بنفسي وبتاع. حتى واحنا بنصور فيلم يعني لو دخلنا بيت تخش تلاقيني انا اللي قاعد بوضبه وانا اللي قاعد بصحى. بحب الاثنين. كأني احكي لك موقف بس ده مش دبلوماسي. كنت بلعب كورة في الزمالك وبعدين رحت الاهلي، فجوايا عارف الفنانين الاسطوري. فساعات لما بقعد اتفرج ابقى عايز يعني الزمالك عايز مستوى يتقدم والاهلي ابقى عايز مستوى يتقدم. في الاخر انا متعصب طبعا للمنتخب، بس هما في الاخر الاثنين مصر يعني. يا رب يبقى في 10 انديه بيلعبوا حلو. بغير على بنت بلدي طبعا، بغير ده انا غيره جدا، ودي صفه ممكن تخنق اي انسان زي لان بغير بزياده. لا مش حل بيقولها لحظه في حياتي، لان كل اللحظات دي اتجمعت عملت الشخص اللي انت بتكلمه دلوقتي. لما تقول له انا شكلي احبك يعني هي تقولها بهزار كده عشان ما يعيش هو هوايتها بجد. طب ماشي خير وبركه. انا شايف ان احنا دلوقتي بقى عصر صعب، احنا لسه هنقعد نرسم بقى يعني بحسس حاجه اقولها، ولو انت حاسس بايجاب يلا نرتبط ونحب بعض ونتجوز وبتاع. يعني دلوقتي احنا الحياه بقت اسرع والناس ما بقتش يعني ما بقاش في تفكير كده زي زمان وكده، والشباب حتى ما بقوش عندهم وقت. اطلع من دول اقولها لما خبر بيتكتب عني وحش او اشاعه ببقى عارف مين اللي وراه. لا حتى بالفقر، الناس اللي مش لاقيه تاكل، اللي محروق دمهم، دي حاجه تحرق الدم. الناس اللي مرضى ومش لاقيين علاج، بالزحمه، بعدم فرص شغل، في حاجات كتير تحرق الدم. لا انا هحكم على شخصيته وعلى هو شكله عامل ازاي يعني لا ما فيهاش حاجه. لو انا مثلا كبرت في السن وحسيت ان هو كده يعني خلبوص ولا واد يعني ما استريحتش، هقول له يا ابني الشكل ده شويه حسب سنه يعني كمان. يعني لو عايز بنتي ده جاي عنده مثلا 40 سنه مثلا احس ان هو ما ينفعش يعمل كده، عنده 20 سنه هقول سنه. واحد ممكن دلوقتي يسمعني يقول ايه ما انت اصلك ما شفتش اللي انا شايفه. لا اقول له شفت اكتر من اللي شايفه، بس انا حققت ووصلت ورحت يعني حققت ومشيت وتعبت وعملت. انت ياما بتسمع عن اعمال ملياردير بدأ كان مش عارف شغال في مطعم ولا بتاع وعمل نفسه بنفسه. يعني انا بس لو اتحطينا في موقف ان انا خلاص الشخص اللي محققش نفسه وبيقبض كده خلاص يعني هقول الحمد لله واصرف على اهلي لغايه ما ربنا يكرمني بقى من جهه تانية. شباب مصر مش شايفهم رجاله وفراعنه ويقدروا يبقوا احسن ناس في الدنيا، محتاجين يركزوا
يعني كل واحد يقف مع نفسه، يقف وقفة مع نفسه ويسأل نفسه عندك كام سنة؟ 20. طيب عملت ايه في ال20 سنة دول؟ ولا حاجة. مش عيب. طب يلا اعمل. عندك كام سنة؟ 30. ما عملتش حاجة. طب يلا نعمل. عندك كام سنة؟ 10 سنين. يلا بقى ابدأ اعمل، عشان لما يبقى عندك 20 سنة و30 سنة تبقى حد تاني. يعني محتاجين نركز، محتاجين الأسر في مصر دول، محتاجين وزارة التربية والتعليم. مفيش حاجة اسمها الدين ده خارج المجموع. انتوا عايزين تطلعوا أجيال، عايزين تعلموهم الدين وهم عندهم 20 و30 سنة من خلال البرامج. يعني رايحين تشيلوا حصص الدين من المجموع وتطلعوها. طب ما انت اساسا انت كولي امر لما تتعامل مع المجموع، طب مش عايز ابنك يطلع ازاي مثقف دينيا وتيجوا تلوموا على الشباب والمجتمع كله عشان الغلطة من هنا؟ حلو. عايز فشلت ومش عارفة تحقق نفسها، وانت بتيجي في المدرسة تدي حصة الموسيقى رغم ان في مواهب كتير كانت ممكن وتكبر. المادة دي انت دفنتهم كلهم، حولتهم في الاخر لعيال بتشم وعيال بتسرق وعيال بتاع، رغم ان كان ساعتها ينفع نلحقهم ونوجههم حصص الرياضة والالعاب اللي بتضم مش عارف ايه. كتير جدا في المجتمع لازم تتغير. لازم الانسان يعني انا بتكلم في حاجات مهمة للسين. الواحد هو الطفل في حضانة بيدخلوه حضانة ويحطوا له بارتيشن كده قدامه، اقسام للاطفال. عند القسم ده في لعب بتاع الدكتور، وده في لعب رياضية، وده في لعب هندسية. وشوف الطفل مايل لمين فيهم. ده بيحب الرياضة فبيقوموا جايبين له ومؤسسين له المواد اللي هيتعلم بيها في حياتهم. يعرف الحساب، يعرف تاريخ بلده، يعرف يتكلم يكتب. وتعالى بقى الموهبة دي نقعد نركز فيها، نديها لك لغاية ما تطلع عبقري فيها. احنا هنا مفيش كده. انا دايما اي مشكلة تيجي في وشي احزن، ازعل، اكتئب، احبط، امي دايما هي ملجأي. وهي طبعا لله. يعني انت بتصلي تتكلم مع ربنا، انا كثير الكلام مع ربنا وانا بصلي، بس في الحياة العادية بتكلم مع امي. دلوقتي الناس بتاخد جملة انا قايلها عن فلان تتكتب بشكل تاني، وبعدين لو كتبت الجملة بشكل حلو حتى فلان يفتكرك بتكتبها عشان عايز غرض ومش عارف. دايما تتحلل الاسماء في الحوارات، يا من الصاحب يا من المتلقي بطريقة عكس اللي الراجل بيتكلم بيها. فانا عشان ما اضايقش حد ولا ازعل من الصحفي اللي بيتكلم معايا ولا حد يستقبلها بطريقة تانية، بقول كلموا عن شغلي، كلموني عن اللي انا بحققه. يعني لو شايف ان انا راجل يستاهل ان انت تتكلم معاه عن نفسه، انا يعني طبعا مش عايز اقول بقى مبلاش سلبية وعفرية والرجال ده انتوا عارفينه. يعني انا عايز اقول ان انا حاسس ان انا قاعد في البيت بتكلم، حاسس ان انا اتكلمت مع اخواتي، وده في معاني كتير قوي بفهمها. يعني انا ما حسيتش اني كنت بعمل حوار صحفي، حاسس ان انا كنت قاعد مع اخواتي ولاد خالتي قاعد بحكي لهم بحاجات مريت بيها. احساس ضمني كده، احساس كده من تحت لتحت. حاسس انتوا بتحبوني بجد، يعني على الاقل الناس اللي انا سمعت صوتها النهارده.